السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة بحبايبكم وصحة وخير. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الهنا. ربنا يبارك في عمركم يا رب. شكرا لكم وشكرا لتعليقاتكم الجميلة. أحلى أخوات في الدنيا كلها، ما تحرمش منكم أبدا. شايفين الجمال والحلاوة ديت؟ بسم الله ما شاء الله. شوية محشي كده هتجربيه بالخلطة اللي أنا هعملها ديت، هيعجبك وهيطلع معاك أحلى شوية محشي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تقولي ممبار، تقولي كده حاجة ريحتها جايبة لآخر الدنيا. شايفين الرز والخلطة عاملة ازاي؟ إن شاء الله تدخلوا الفيديو وتتفرجي عليه وهيعجبك وينور رضاك. لايك وشير للفيديو. أحلى أخوات في الدنيا كلها، ما تحرمش منكم أبدا يا رب. وبارك لي في عمركم، يجعل أيامكم كلها سعادة وخير وهنا. ده محشي ورق الخاص ومحشي كرنب. شايفين ما شاء الله شكله جميل وحلو ازاي. يلا معانا هنا كرنبايه كده، ومعايا شويه من الخضره. شابت على كزبره خضره كده. الكرنبايه ديت صغيره شويه، كنت جايباها ب5 جنيه. فكان عندي شويه ورق سلق هعملهم كمان عشان ازود بيهم يعني. معايا هنا الحله ديت فيها معلقه من الملح، والميه بتاعتي زي ما انتم شايفين بتغلي كده. والكرنبايه ديت متماسكه قوي، لو انا قطعتها كده هتتهري مني. فلما تعمليها بالطريقه ديت هتطلع معاكي الورق سليم، وهيطلع مفيش اي حاجه مهدره منك ولا اي حاجه، وهتستفادي بالورق كله. الورق الاخضر اللي فيها ان شاء الله هنستفادوا برضو، مش هنرمي منها اي حاجه. وهتشوفوا هنعمل بيه ايه. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده، لما الورقه اللي بتدبل بتسيب لوحدها وهتفرط لوحدها كده. مش هتحتاج ان انت تشديها وتتقطع منك ولا اي حاجه. ما شاء الله شايفين اهي. اهي شايفين بسم الله ما شاء الله. بتفرط الورقه اللي بتسخن بتفرط لوحدها. اللهم صل على النبي. ربنا يبارك في عمركم يا رب. احلى اخوات في الدنيا كلها. ان شاء الله تدخلوا وتشوفوا الخلطه بتاعه المحشي بتاعنا ديت. خلطه جميله، خلطه زي العسل، خلطه رهيبه. هتديك احلى واطعم محشي هتاكليه ان شاء الله. هيعجبك وان شاء الله تجربيه. المحشي في البرام، او المحشي المعمر، او المحشي المدسوس، زي ما انت حابه تقولي قولي. احلى محشي هنعملوه النهارده مع بعض، وهتجربيه وإن شاء الله مش هتندمي، وهتعمليه وهتعتمد على الطريقة ديت بأمر الله. اللهم صل على النبي. شايفين الكرنبة بتفرط الورقة بورقتها ازاي؟ مش لازقة ولا أي حاجة ولا بتتقطع معايا. هسلق الكرنب بتاعي بقى كده، وزي ما انتم شايفين سلقت الكرنبة وركنته على جنب. الورق الأخضر زي ما انتم شايفين مش هرميه عشان أنا هحتاجه في آخر الفيديو، وهتشوف هعمل بيه ايه. وهنا كمان ورق الخاص هحطه يدوب بس كده ثانية واحدة، أقل من ثانية في المية، وأطلعه علشان ما بيستحملش المية السخنة. وأنا بصراحة لو في وقت بدبله ازاي يعني؟ بحطه في صينية في الشمس وبيدبل، بيكون افضل بكتير من ان انا احطه في مية سخنة. بس علشان انا محتاجاه فهعمله في المية السخنة. نزلت هنا كده ببصلتين كبار، وعليهم معلقة سمنة فلاحي، سمنة بلدي كده جميلة من اللي انا كنت مسيحاها معاكم. ومعانا كمان حتة من الدهنة كانت عندي في الفريزر. ومعايا كمان شوية من الزيت، ونزلت عليهم كده كان عندي البرطمان الصلصة ده. وبصراحة أنا ما بحبش أحطها في الطبيخ، بعمل بها مكرونة أو محشي بس. فأنا قلت مش هعمل بطماطم، هعمله النهاردة بصلصة وطعمه زي العسل. حطينا هنا معلقة من السكر علشان خاطر الحموضة بتاعة الصلصة. وقلبت كويس كده، وورقتين من اللورة، واللهم صل على النبي. ومعايا كمان مكعبين من مرقة الدجاج. والتتبيلات بتاعتك بقى والحاجات اللي عندك، لم اللي عندك كله وحطيه في قلب المحشي، هيديك احلى محشي. معايا كمان فلفل اسود، ومعايا كمون وكزبرة ناشفة، ومعايا توابل بهارات. اللهم صل على النبي. ومعايا كمان معلقة من الشطة صغيرة من الشطة على حسب ما انت حابة يعني. وهقلب الحاجات دي كده. ومعايا قرن فلفل اخضر، حباه بارد ماشي، حباه حامي ماشي، زي ما انت حابة. هقلب بقى الحاجات دي كده وعلى نار هاديه. هسيب بس ياخدوا مع بعض كده على نار هاديه خالص. ومش محتاجه ان انا الصلصه بتاعتي تنشف ولا اي حاجه، لانها ناشفه ما شاء الله. بس يا دوبك ان هي بس تاخد من ورق اللورة وتاخد من التوابل اللي انا حطيتها. الكزبره بتاعتي حطيتها وهقلبها كده عشان بتبقى هايشه. وبعد كده لما بتكون الطماطم سخنه بتدبل معاكي كده، ما بتديكيش يعني حجم كبير. قلبت الرز بتاعي على الصلصه بتاعتي وكل المكونات اللي انا عملتها. وعندي بقى قلبت الرز بتاعي على الخلطه اللي انا كنت عاملاها ديت زي ما انتم شفتوها، والمكونات اللي انا قلت لكم عليها. وكمان جبت معايا هنا
ده قشطة، ما عندكش قشطة ده وش حليب يا جماعة، مش قشطة ولا حاجة، دي وش اللبن اللي أنا بغليه، بحوشه كده في طبق وبستفاد منه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، هيديكي أحلى طعم وأحلى محشي هتدوقيه في حياتك. حط بس كده الوش بتاع اللبن، مش شرط ان انت ما عندكش قشطه ان انت مش هتعملي الطريقه ديت، لا، بالوش بتاع اللبن اللي انت بتلميه من على اللبن المغلي، تغلي اللبن وتبيتيه اللهم صل على النبي في التلاجة، وتاني يوم تاخدي الوش بتاعه هتعملي المحشي الحلو ده. بسم الله ما شاء الله، ريحته بتبقى قلب الدنيا. هقلب كده كويس، وحطيت طبعا الملح بتاعي وظبطت كل حاجة، وأقلب كويس كده، وهحشيه طبعا. معلش ان انا مش هحشيه معاكم لان الحامل اللي انا بحط عليه التليفون مكسور، فانا معرفتش ان انا احشيه معاكم الف الصوابع يعني وكده. انا عاملاه قبل كده في فيديو، وشوفوه هيعجبكم ان شاء الله. الورق الاخضر اللي انا قلت لكم عليه حطيته كده طبعا، اغطي بيه مش هرميه لاني بحتاجه في الاخر كده، بغطي بيه البرام بتاعي. وزي ما انتم شايفين كده ده مش كلته ورق خاص ولا حاجه، ده دوبك الطبقه اللي على الوش وفي تحت تاني. يعني انا كنت بحط راق من ده وراق من ده كده، يعني ايه علشان بس يكفي الكرنبه اللي عندي كانت صغيره. هغطي الوش بتاعي كده زي ما انتم شايفين بالطريقه ديت كده. ولو انت ما فاضلش منك حاجه، يعني لو انت ما عندكيش الورق الاخضر ده، ممكن انت تعمليه بالعروق دي. العروق دي برضو ما ترميهاش، بتغطي بيها البرام كده. عايزه تعمليه في صينيه ماشي، عايزه تعمليه في برام ماشي. لو انت ما عندكيش برام بتعمليه في صينيه عادي، وبتعملي نفس الطريقه ونفس الحاجات ديت. وعادي مش ممكن ان انت مش شرط ان انت تعمليه في فرن البوتاجاز في فرن الغاز، ممكن انت تعمليه في فرن البوتاجاز هيبقى زي الفل. بس هو محتاج ان يبقى يا فرن البوتاجاز يا فرن الغاز. عندي هنا شويه من اللبن وعليهم شويه من الميه، وعبيت بهم البريمه بتاعتي كده. هحط بقى على حسب كمية الرز اللي معاكي، على حسب ما تحط المية بتاعتك، وطبعا كل واحدة عارفة الرز بتاعها بياخد ايه. بس احنا حبينا نعرض الطريقة بتاعتنا وتجربيها ان شاء الله وهتنور رضاكي وهتعجبك. انا في الوقت ده مولعة الفرن بتاعي علشان يسخن. لو انت هتحطيه في فرن بوتاجاز هتولعي الفرن يسخن قبلها، وكمان هتحطي اللبن يغلي. يعني هتغلي اللبن ده، ما تحطيش بارد كده زي انا ما حطيته، هتغليه الاول. اللهم صل على النبي. انا كده حطيتهم اهوت، وهقفل عليهم بقى لما يغلوا، واخد بالي منهم عشان ما يفرش، عشان ده لبن وممكن ان هو يفور مني في الفرن. شفتهم كده ولقيتهم غلوا. وطيت عليهم وغطيت وطيت عليهم وسبتهم لما ينشفوا علشان ما يفروش في البوتاجاز. شايفين ما شاء الله نشفوا معايا، ما فيهمش لبن ولا فيهم اي حاجه اهو. والحبايه مستويه، مش محتاجه ان انا ازودها ميه ولا اي حاجه. هوطي عليهم كويس وهقفل عليهم الفرن واسيبهم بقى ياخدوا لون كده من الجناب. ومش هشيل الطبقه اللي على الوش ديت دلوقتي، وهنشوف هنعمل مع بعض ايه. خليكم معايا وان شاء الله الفيديو يعجبكم. زي ما بقولك، لو انت هتعمليه في فرن البوتاجاز بتغلي اللبن بتاعك، مش بتحطيه بارد علشان يشيل معاك على طول في فرن البوتاجاز، لان بتكون ناره ضعيفة شوية. اما الفرن الغاز بتكون النار بتاعته حامل. عشان كده انا بحطه بارد في الفرن الغاز. هقفل عليهم بقى واوطي عليهم واسيبهم علشان ياخدوا اللون الحلو من الجناب. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هنشد كده البرام بتاعنا اهو. بسم الله ما شاء الله، الحباية بتاعته مستوية وزي الفل. هعمل ايه، هشيل الطبقة ديت، هجيب طبق كده وهشيل الطبقة اللي انا كنت حطاها على الوش ديت. دي الغطا بتاع المحشي بتاعي علشان لما يغلي ما يتفتحش منك ولا اي حاجة. هتحط بس كده يا اما الورق الاخضر يا اما العروق اللي موجودة عندك زي ما انتوا شفتوا معايا كده. ان شاء الله تجربها تعجبك. ممكن ان انت لو ما فاضلش عندك ان وش او قشطه ان انت تدهني الوش زي انا ما هعمل دلوقتي كده تمام. شايفين لونه جميل لوحده كده. ولو زقتيه في الفرن البوتاجاز او في الفرن التاني زي ما هو، هياخد اللون الحلو علشان اللهم صل على النبي الحاجات اللي احنا حطيناها فيه. عندك بتتهنيه كده كمان بيديكي طعم بقى وريحة كده، ايه تقوليش انت عاملة فطير في البيت عاملة ايه، ما تعرفيش بصراحة. بيخلي الطعم زي العسل وبيخليه جميل. هدهن كده الوش بتاع البرام بتاعي وهزقه ان هو ياخد لون. لو انت مش عندك مفيش اي مشاكل، اللي احنا حطيناه في الاول كفيل ان هو يخلي البرام بتاعك وشه احمر وزي الفل. يا دوب هتشيل الطبقه ديت وتزقيه تاني ياخد اللون، هيبقى معاك زي العسل. وان شاء الله هعمله معاكم من غير الطبقه اللي انا حطيتها ديت، وهتشوفوه برضو كمان هيبقى زي الفل. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده انا بشيل الطبقه اهو. بشيلها كده بالراحه بالمعلقه علشان ما فيش حاجه تتهري. هي طبعا بتكون رافعه لوحدها كده في اللي فوق من الغليان،
وما بتكونش لازقة في المحشي بتاعي ولا أي حاجة. بنضف كده المحشي عشان ما يكونش فيه حاجات سودا يعني من اللي هي الورقة المحروقة دي ولا حاجة. وبعد كده هدهنه هو كمان علشان يبقى زي الفل. بسم الله ما شاء الله، شايفين لو انت زقتيه كده من غير أي، ما شاء الله عليه زي الفل اهوت. مش محتاج ان انت تحمريه او تحط له اللي انا بحطه ده. بس ده طبعا بيديله طعم حاجة تانية مختلفة قوي، وبيديله يعني مش بصراحة ان انا بحطه كده في الفاضي، لا، ده بيفرق اكيد في الطعم، وبيفرق معاكي، بيخلي معاكي كده ما شاء الله تقولي يعني ايه انت عاملة فطير، بتبقى ريحة الدار مقلوبة. وكمان معايا الرز بتاعي، شفتيه طبعا في اول الفيديو، بسم الله ما شاء الله، شفتوه جميل وزي الفل. غطيته كده لحد ما اخد الوش بتاعه زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله، وشه بيغلي كده، تقوليش فطيرة. ما شاء الله، شايفين الجمال والحلاوة ديت كده تمام. هغطي عليهم بقى وهسيبهم علشان يعرقوا. وانا مش محتاجة يحمروا اكتر من كده، هما كده اللون بتاعهم زي العسل، مش محتاجة ان هما يتحمروا اكتر من كده. ما شاء الله. طبعا وانت بتسويهم بتلف البرام كل شوية علشان خاطر ياخد له لون من الجنب، ويبقى كله لون واحد. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين ما شاء الله، حاجة زي العسل، حاجة تفتح النفس. أحلى محشي هتاكليه، لا تقولي لي عليه فراخ ولا تقولي عليه لحمة ولا أي حاجة. هي كده حاجة كده إيه بدون تكاليف. ومن الوش اللي انت بتلميه من على اللبن هتعملي احلى محشي، مش محتاجه ان انت تحط له لحمه. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده زي العسل. لا تقولي تحط عليه لحمه ولا تحط عليه فراخ ولا كلام من ده خالص. جربي بالطريقه ديت وان شاء الله تعجبك، وان شاء الله هتعجب ولادك، وهيطلبوا منك المحشي كل يوم بالطريقه ديت. هو بصراحة بقى عندنا حاجة يعني إيه على طول، يعني عايزينه في البيت على طول. ده محشي ورق الخاص، وده كمان المحشي الكرنب بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، شايفين الحباية عاملة ازاي، شايفين اللون، شايفين بس مش شامين الريحة الجميلة اللي انا شماها. حاجة زي العسل، ان شاء الله تجربيه وتشم ريحته الحلوة وتعجبك طريقته وتنور رضاكي. واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله، احلى